كنت في 6 من عمري حينما قطعت على نفسي ذلك العهد النابع من ظهر الطفولة، يوم اتخذت قراري وبدأت التزام الصلاة بسعادة غامرة. كأي طفل آخر كان القلب يرق لحكايا الجنة ويرتعب من حكايا النار، فكانت الصلاة هي السبيل للنجاة من العذاب والفوز بالفردوس. لماذا نصلي؟ في ذلك الوقت لم يكن هذا السؤال مطروحا مني بعد، ولم أكن أعرف أن هناك من قد يطرحه أصلا، فالأمر كان واضحا بالنسبة لي أن الصلاة فرض من الله وعلينا الطاعة، وانتهى. كفتاة تربت في دور تحفيظ القرآن قرابة 8 أعوام، كونت رابطة وثيقة مع الصلاة منعتني من السؤال يوما لماذا الصلاة؟ في كثير من الأحيان كغيري من المصلين أجد في الصلاة الراحة، فألقي بهمومي كلها في سجدة بين يدي خالقي، وبالفعل كنت أرتاح من الألم وكأنما أعطيت مسكنا. وفي أحيان أخرى أنتظر الصلاة بلهفة لأعلن توبتي وأبكي استغفارا وندما على ذنب أذنبته، وأحيانا أنتظر الصلاة لأدعو فيها وألح في طلب أريده وأرجوه. أما عن الصلوات الأخرى فهي بالفعل كصلوات ميتة، أو بالأحرى أنا الميتة فيها، لا خشوع فيها ولا دموع، لكني حافظت عليها دائما، ربما لأنها فرض ولا أريد أن أرفض أوامر الله، أو ربما خوفا من النار فأصلي لإسقاط الفرض ولا يعنيني بعدها قبلت أم لم تقبل. المهم أن يسقط الفرض. هذه الجملة التي كثيرا ما لجأنا إليها ظنا منا أن الصلاة فرضت لتفرض فقط، لكنها في الحقيقة تعري أفهامنا الخاطئة. لكثير منا شكلت الصلاة عبئا ثقيلا نؤديها لنرتاح من حملها ثم ننطلق إلى حيواتنا التافهة، وللكثيرين أيضا وربما لنا جميعا ولو في وقت من الأوقات حسبنا الصلاة عادة واتخذناها كذلك حتى جردنا منها معنى العبادة. لماذا نصلي؟ لا أذكر على وجه التحديد متى كانت أول مرة دق فيها هذا السؤال مسامعي، لكني أذكر أنه كان صادرا بصورة أو بأخرى من شخص غال على قلبي، لم يكن ملتزما بالصلاة، وكانت تمر أوقات لا يصلي فيها سوى صلاة الجمعة والعيدين والجنازة. أتألم كثيرا إذ لا يصلي، وأدمع فرحا إذ أراه يصلي. لم أكن أجرؤ على أن أسأله يوما لماذا لا تلتزم بالصلاة، ربما لأني كنت أخاف أن يواجهني بسؤال آخر لا أستطيع إجابته، سؤال معاكس مثلا كسؤال لماذا نصلي؟ هل سأجيب لأنها فرض؟ ربما سيسأل ولماذا فرضت الصلاة؟ نستطيع التواصل مع الله بغيرها، لماذا الصلاة؟ بكيت في داخلي لأني لم أمتلك الجرأة على الدخول في نقاش أعرف مسبقا أني لن أكون قادرة على متابعته، ولن أستطيع الإجابة على تساؤلات لم أفكر فيها من قبل. أزعجني أني لم أكن أعرف. فكرت في أولادي، هل سيلتزمون بالصلاة؟ كيف سأجعلهم يفعلون ذلك دون أن أجبرهم؟ كيف سأجعلهم يصلون من قناعتهم واختيارهم؟ ماذا لو باغتتني ابنتي بتلك الأسئلة؟ بكيت في داخلي لأني لم أكن أعرف الإجابة. كل ما كنت أعرفه أنني أؤمن بالصلاة وأهميتها إيمانا كبيرا، وإن كنت في كثير من الأحيان لا ألمس أهميتها في حياتي. كنت أعدها ذلك الشيء الذي يربطني بهويتي الإسلامية ويذكرني من أكون. كنت أراها ذلك الشيء الذي يصلني بالله ويحثني على الاقتراب منه أكثر. كنت أعرف من شكل صلاتي مدى رضا الله عني، فاليوم الذي لا أستيقظ فيه إلى صلاة الفجر مثلا أعرف أني أذنبت ذنبا، فأستيقظ فزعة وأشهش بالبكاء، لا لأني أخرت الصلاة فالنائم معه عذره،
لكني أبكي لأني أعلم أني ما نمت عنها إلا لذنب أذنبته. عرفت الصلاة كدفتر محاسبة ورقابة لعلاقتي بالله. كلما كان خشوعي فيها أكثر عرفت أن علاقتي أقوى، والعكس صحيح كذلك. لم أكن أملك جوابا أكثر من هذا. بالنسبة لي كان هذا الجواب مقنعا، وكان هذا السبب كافيا لألتزم بالصلاة. لكن بالنسبة لتلك الأسئلة المباغتة فلم أكن أملك لها جوابا. ما المعنى من تلك الحركات؟ لماذا يفرض الله علينا حركات رتيبة مثل هذه في حين أنه باستطاعتنا ذكره ودعاءه في كل وقت وكل حين؟ وكيف تكون الصلاة هي التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر في حين أن أكثر التصرفات السيئة قد تصدر من المصلين؟ لماذا تكون الصلاة عمود الدين؟ لماذا علينا أن نصلي في حين أن الإيمان نابع من القلب؟ لماذا ولماذا؟ ظلت هذه الأسئلة معلقة في ذهني ولم أبحث عن جواب لها، ربما لأني اعتقدت أنه ليس من حقي أن أسأل هكذا أسئلة، أو ربما لأني لم أعرف أين أبحث، إلى أن جاءت الإجابات وحدها في سلسلة كيمياء الصلاة. جاءت تلك الإجابات في الوقت الذي انحدرت فيه حتى ابتعدت عن جوهر الصلاة وروحها، ولم يبق لي سوى الالتزام الظاهري الشكلي، هذا الأخير الذي لم أكن لأساوم على تركه بأي حال من الأحوال. جاءت لترمم روحي وتعيد إلي طعم الصلاة من جديد، ولأكون أكثر دقة فقد جاءت لتمنح الصلاة طعما آخر لم أذقه في حياتي من قبل. تخبرنا كيمياء الصلاة أن الصلاة متصلة اتصالا وثيقا بالهدف الذي خلقنا لأجله، عبادة الله وعمارة الأرض. نصلي 5 مرات في اليوم، 5 مرات نشحن فيها بطارياتنا وندرب أنفسنا لما بين الصلوات لنكون كما أمرنا الله، كما أراد أن نكون. 5 مرات نعيد فيها حساباتنا ونذكر أنفسنا بهدف الوجود، نذكر أنفسنا بالآخرة. 5 مرات نسمع ذلك الصوت الذي يصدح في كل الأرجاء: الله أكبر، ليقول للظالم مهما تكبرت وتماديت فالله أكبر، ليقول للمظلوم لا تيأس فالله أكبر، ليقول لك وأنت لاهٍ في الحياة تعبث بالوقت: يا هذا دعك من لهوك فما خلقت لأجل هذا، أنت هنا لتعلي قيمة، لتصرخ بعملك وسعيك في وجه كل متكبر وتقول: الله أكبر. يدعوك النداء إلى الصلاة ثم الفلاح، وليس الفلاح هو النجاة فقط، وإنما العمل، أن تفلح أرضك، تنشر بذور خيرك، تمد يد العون لهذا وذاك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعمل وتعمل لتترك بصمتك في هذا العالم المتهالك. يدعوك النداء لتكون مختلفا، فلبي النداء. وهنا يكمن جوهر الصلاة، أنها تجعلك عاملا في أرض الله تحت حكمه وطاعته، لست مجرد عامل فحسب، لكنك مستخلف، أنت خليفة الله في الأرض لتوصل رسالته بعملك، وليس لك وأنت خليفته بأن تستقل بخلافتك عنه وتحيد عن طاعته. الصلاة لتذكرك بأنك تعمل لله في أرض الله وملكه وتحت طاعته. 5 مرات تتوضأ للصلاة، أنت كالأرض القاحلة وتحتاج إلى الماء لتهيئ تربتك للبذرة القادمة. الصلاة هي البذرة فيك، وما بين الصلوات إما ترعاها بأعمالك الصالحة فتنبت وتصير أرضك خضارا وثمرا، وإما تفسد فتموت البذرة وتصير أنت كالأرض البور. ترفع يديك قائلا: الله أكبر. اليدان تشيران إلى الفعل، فاليد هي التي تعمل. ترفع اليدان في الصلاة في إشارة إلى أن الصلاة تدربنا لنعمل، فنساهم في رفع العالم، ونساهم في إعلاء القيم الفاضلة،
وهذا الرفع كله لا يتأتى إلا إذا فهمنا معنى الله أكبر. سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، فاتحة الصلاة، فاتحة كل خير. الفاتحة التي تفتح عينيك على العالم، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة التي تعودنا أن نقولها بداية كل عمل. تبدأ عملك بسم الله، وكأنك بهذا تقول: أنا أفعل هذا العمل كما أمر الله، وأعمله برضاه، وقد كلفني الله بعمله. بسم الله الرحمن الرحيم تعني أن عملك الذي يبتدئ بها لا يصح إلا أن يكون عملا ينبض بالرحمة، وليست الرحمة دائما تعني اللين. الحمد لله رب العالمين الذي يربينا ويهذب نفوسنا، يربينا بالصلاة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يوم العدل، يوم الجزاء، يوم نجزى ونحاسب على ما فعلنا بصلاتنا وما بين صلواتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا الله على أنفسنا لنعبدك حق عبادتك. اهدنا الصراط المستقيم، نكررها في كل ركعة سائلين الله الهداية، وكأن الصلاة فرضت لتجعلنا نعيش الفاتحة ونتفاعل معها في اليوم الواحد 17 مرة على الأقل، لنشكل أنفسنا وفقها ونكون ممن أنعم عليهم الله، فنكون أصحاب الصراط المستقيم. والعبادة تعني إضافة لما نفهمه أن تعبد نفسك كالمعنى المعروف في تعبيد الطرق، فتشكل نفسك وتعبدها كما أراد الله. وكل هذا لا يتحقق إلا إذا استعنت به، لا يتحقق إلا بالصلاة. يأتي الركوع وتخفض رأسك في تلك الهيئة، ثم تسجد على الأرض لتنخفض بكامل جسدك وتلامسها. الرأس ينخفض أولا في الركوع في دلالة على أن العقل هو ما عليك أن تخضعه لله أولا، ثم يتحرك جسدك طوعا للعقل الذي يفكر ويعمل خاضعا لله. تسجد على الأرض، يداك وأصابع قدميك عليها، الأرض التي ستعمرها بأطرافك وعقلك الذي عليها، لكنك أيضا في خلافتك وإعمارك للأرض ستظل خاضعا لله ساجدا له. تجلس معتدلا جلسة تناسب الكلمات التي ستقولها: التحيات والصلاة الإبراهيمية. في الركوع نسبح باسم الله العظيم، وفي السجود نسبح باسمه الأعلى، فكانت الهيئتان موافقتان لما يقال فيهما. أما عند الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فلا يكون الركوع ولا السجود، وإنما الجلوس كأننا نجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا وعليهم، أيعني هذا أننا لسنا منهم؟ ربما نكون منهم وقد لا نكون، لكن تخصيصهم بالدعاء يشير إلى ضرورة سعينا للوصول إلى الدرجة التي نستحق فيها أن نكون من عباد الله الصالحين. وبالتأكيد فإن الصلاة هي ما يلزمنا لنشكل أنفسنا ونربي دوافعنا ونحسن أعمالنا، فنكون من عباد الله الصالحين، أولئك الذين يستحقون الخلافة.